من أسبوع فات صحيت، ما كانش عندي طاقة أعمل أي حاجة، ولا شغل ولا كلام، ولا حتى نفسي أفتح الموبايل أصلا. كنت حاسس كأني مطفي، كأن النور اللي جوايا اتقفل فجأة من غير حتى أي إنذار. كل حاجة حواليا كانت عادية، بس أنا لأ، كنت تايه ومش عارف حتى أنا تايه ليه. وقتها سألت نفسي سؤال بسيط جدا: هو ليه بقى في إحساس بالفراغ كده؟ ليه بقيت حاسس نفسي فارغ؟ ليه كل حاجة بقت تقيلة كأنها بتشدني لتحت؟ وبعدين قعدت أفكر، لقيت إن الإحساس ده مظهرش فجأة، ده تراكم سنين. كل يوم نقطة تعب، نقطة إحباط، نقطة خذلان، لحد لما الكوباية فاضت. أحلام فضلت أجري وراها، ولما قربت منها اختفت. ضحكت قدام الناس كأني تمام، بس جوايا كان في حرب. الحرب دي محدش شايفها ولا عالم بيها غير نفسي. مع كل خيبة صغيرة بفقد ثقتي في نفسي، ثقتي في اللي حواليا، ثقتي في كل حاجة. بحس إن الطاقة والحماس ماتوا، وإن كل اللي فاضل مني الظل. عارف الإحساس لما تبقى قاعد وسط أصحابك بس حاسس إنك مش موجود؟ كل حاجة حواليك بتتحرك بس جواك ثابت، مش لأنك حزين، هو كأنك بتتفرج على نفسك من بعيد. عايش بس انت مش عايش، بتضحك بس من غير ما تحس انك خلاص اتعطلت من جوه. بس الناس كالعادة عندهم نفس الحل: اطلع، اتفسح، كلم حد. بس هما مش فاهمين الوجع اللي جواك مش هيتحل بخروجه. انت مش ناقص جو، انت ناقص حضن، ناقص فهم، ناقص حد يسمعك بجد، مش يديك نصايح جاهزة وكلام فاضي. بعد فترة بدأت أفهم إن اليأس مش ضعف، اليأس ده نداء، نداء من روحك بتقولك اقف، انت ماشي غلط. لقيت نفسي محتاج أراجع كل حاجة، مش لأن الدنيا وحشة، لكن لأني كنت بدي كل طاقتي لحاجات ما تستحقش الطاقة دي. بدأت أتعامل مع نفسي كأن طفل صغير تعب بس لسه محتاج حنان. بطلت ألوم نفسي، بطلت أقول أنا فاشل، وبدأت أقول ماشي، تعبتي، خدي وقتك، بس ما تغيبيش عن الحياة. بدأت أتعلم إن الراحة مش كسل، على عكس ما كلنا فاهمين. رجعت أعمل حاجات صغيرة كانت بتريحني زمان: أمشي الصبح بدري في الشمس، أسمع قرآن بصوت شيخ بحبه، وأكتر شيخ كنت بحب أسمع ليه هو الشيخ محمد رفعت. تالت حاجة بدأت أعملها: بدأت أكتب الأفكار والخواطر اللي بتدور في بالي، ودي طبعا نصيحة دايما بينصحها الناس التقيلة. أقعد لوحدي بس المرة دي وأنا مش مرتاح، مش مكتئب. ولما بدأت أعمل كده حسيت إن في حاجات صغيرة بدأت تصحى جوايا. فهمت إني مش لازم أبقى كويس طول الوقت، مش لازم أنجح كل يوم، أوقات هفشل. المهم إني موقفش، إن أكمل حتى وأنا تعبان. الحياة مش بتقف على وجع، ولا على حلم ضاع، ولا على حد مشى. كل مرحلة فيها وجعها، كل مرحلة فيها وجعها بس فيها الدرس اللي بتستفاده منها. دلوقتي لما بشوف حد مكسور ما بقولوش شد حيلك، بقوله خد وقتك، بس ما تغيبش في الوقعة. احنا يمكن ما نقدرش نتحكم في اللي بيحصل لينا، بس نقدر نختار ما نفضلش سجناء للواقع بتاعنا او للوجع اللي احنا اتوجعناه. خليك فاكر، في ايام بتكسرنا، بس هي نفسها الايام اللي بتعلمنا نكون اقوى. اليأس مش نهاية الطريق، ده صوت من جواك بيقولك ابدأ من جديد. ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة.